السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايرين لاباس عليكم بخير وعلى خير؟ صحتكم لاباس؟ اموركم مزيان؟ كلشي هو هذاك. نتمنى تكون في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نجاوب واحد الاخت قالت لي عافاك اختي فزيه، شنو هي الماكله اللي ناكلو شنو هي الماكله اللي ما ناكلوش. غير سمحي يا اختي تعطلت عليك، انت عارفه مع رمضان وقله النعاس والعيا. الحمد لله على كل حال. المهم اول حاجه اللي غادي نقدر نقول لك، الا عندك مشكل ديال مقاومه الانسولين، المشكل يعني مقاومه الانسولين ضروريه من كيكون عند الناس اللي عندهم مشكل ديال تكيس المبيض وداكشي، فضروري كتلقاي هذا المشكل ديال مقاومه الانسولين. الا كان عندك هذا المشكل هذا وبغيتي تقطعي السكر، لان اول مرحله ضروريه هي انك تقطعي السكر، فكوني اكيده انك ما خاصكش تشربي العواصر. هذه اول حاجه بعدا خاصك تحيديها من بعد ما تكوني حيدتي السكريات يعني كنهضروا على سنيده، سكر كلاصي، سكر ديال القالب، السكر ديال اللي في البواطات، يعني السكر بصفه نهائيه. حاولوا تحليو. انا تمن داك ستيفيا ولا ماش كيقولوا ليه كيتباع على اساس انك تحلي به زعما بالنسبه للمريض السكر، حتى داك ما نصحكش به. علاش؟ حيت كيبقى حتى هو ضروري الا ما كانش فيه السكر وغير محلي ضروري ما كيكونوا فيه مواد حافظه تيكون فيه شحال من حاجه. فانا كنفضل انك تبحثي على اي حاجه طبيعيه. خذي الحلاوه من التمر، من العسل، من الزبيب، من الفواكه اللي فيها شويه الحلاوه، وخذي القياس. اي حاجه الا خديتيها بالقياس وبالتوازن راه ما كتاثرش عليك. ولكن اول حاجه غادي تحيدها من بعد انك تقطعي السكريات المهدرجه الغير طبيعيه، هو انك الفواكه ما تشربيهمش عصير. هذه قال لي الطبيب ما مره ما جوج، يعني نسيا لك شي حاجه سميتها العصير. الفواكه كليهم، تشهيتي عصير صوبيه بالماء، ما تخلطيش كثر الفواكه وداكشي. ونفضل انك تشربي منه غير كاس صغير، يعني قياس صغير، ماشي داك كاس قد هذاك ديال زعزع وتشربيه. لا، حيدي الشهوه ديالتك، حاول انك تغلبي على الشهوه ديالتك، حيت مقاومه الانسولين دابا مبقاتش غير كتاثر على الحامل والمشاكل ديال الهرمونات، ولات كتوصل لحوايج اخرين انت في غنى عنها، الله ينجيكم منها. فبالتالي اختي كما قلت لك، اول حاجه تبعدي منها مورا ما تقطعي السكريات هي انك العواصر ما تشربيهمش. هذه نصيحه اخويه قالها لي الطبيب وجربتها ووليت بخير. مزيانه لك الجهاز الهضمي ديالك، حيت العصير ملي كيتطحن كيطلع السكريات بزاف، كيفقد بزاف ديال الفيتامينات وداكشي. ومن ناحيه اخرى ديك الكشكوشه اللي كتكون فيه كدير لك لي غاز في المصانع، يعني مزيان لك الجهاز الهضمي، ومزيان لك حتى من الناحيه الاخرى ديال انك السكر ما يطلعش لك في الجسم ديالك. هذه اول حاجه. تنشارك معكم حوايج اخرين ان شاء الله. تهلاو في راسكم، نشوفكم في فيديو جاي.